هاي طيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعاتي الغاليات في كل مكان، أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. كما تلاحظون معي هنا رشمة نتاع وردة النجمة، راني طبقتها أنا على ثوب المنسوج، وحبيت نشاركها معكم تلبية لرغبات المتتبعات. كانوا طلبوا مني كيفاه نطرز على المنسوج. هذه هنا عندي انا جيبه تاع منسوج تاع قفطان الشده، راني نطرز فيها بالصقلي الاصفر. هاد الورقه العريضه راني نطرز فيها بغرزة الباسيبلا. هنا راني دخلت الإضاءة تاع آلة الخياطة، ولكن أعتذر إذا كانت الإضاءة رديئة. أتمنى أن يكون تظهر لكم الرشمة أفضل. هنا طريقة الطرز نتاعها. هنايا هاد الوردة نتاع النجمة بزاف تاع الأخوات طلبوا مني كيفاش طريقة الطرز نتاعها شوية صعيبة. هنايا كل وحده وكيفاش تجي على يدها، كاين اللي تلويها تدور بها على اليمين، وكاين اللي تدور بها على اليسار. هنايا انا راني ندور بها باليمين. نبدا الورده كي كنا نطرز فيها نطرزها من الاسفل ونطلع بها الفوق، وراني ندور بها نحو اليمين بالطاره. هنا راني استعملت الطاره لانه كاين اخوات قالوا لي ورينا كيفاش تخدمي بالطاره، ولكن انا في اغلب الاوقات ما نستعملش الطاره، راني ندير غير لافيزلين. ندير الغليظه هذيك الميل 80 الغليظه كاع، نديرها على 2 عليا ونولي نحددها ونرجع نطرز بهذه الطريقه. هنايا لما تكون عندنا الطاره، او كل واحد كيفاش يسميها، كان يسميها الطاره وكان يسميها القرقافه ونيبر، كل واحد كيفاش يسميها، كل منطقه وعندها الاسم الخاص بها نتاعها. المهم ولا علينا. هنايا لما نستعملوا هاد الطاره راح تساعدنا في كيفاش ندوروا، كيفاش نتحكموا في القماش تاعنا اكثر. هي تساعد في الخدمه حقيقه، ولكن تولي لي روجمو باش تولي تركبيها وتنحيها واحيانا لما تكون رسمه في طرف هذيك تاع الطاره، لما تمشي الماشينه ترغبنك شويه، ما تخليش الطاره نتاعك تدور بكل تريحيه. المهم انا احيانا ما نستعملهاش، انا وليت نستعمل غير لافيزين، نطويها على زوج هيا ونرجع نطرز بكل اريحيه ونتحكم في القماش. وكاين اللي تقول لك يشكم لي ولا يخاف يتكمش لي، ولا لا، ما كيكون لافيزين على زوج وتحديه غايه ما تخافيش منه، ما ينشكم ما يتكملش لك ما والو، والطرزه نتاعك تجي متقونه وما شاء الله، زعما وتنال اعجاب الزبون تاعك ان شاء الله. هنا بعد ما كملنا الطرزه تاع الورده، بعد ما كملت الطرزه تاع الورده تاعي، بعد ما بروديتها وكملتها بالصقلي الاصفر، راني غادي نرجع نعمرها من الداخل، نعمرها بالحرير. اللون هنايا اللون الحرير اللي دخلت الفاغ توركوا هكذا، هي ونعمروه لداخل، نرشوه على حساب لون القفطان اللي يكون عندنا. اذا كان عندك القفطان مثلا قرونه دخلي القرونه، اذا كان عندك الازرق دخلي الازرق. انا لون القفطان هنايا عندي في الفاغ اخضر، فاغ توركوا، هي على هذيك رانا رايحين ندخلو هنايا اللون نتاع الحرير في الفاغ توركوا مع السلك طبعا اللي كنا درناه، الشعره تاعنا اللي كنا درناها الاصفر. والتعميره كذلك، لما نوليو عاود نعمرو في الخدمه تاعنا ندخلوا نفس الالوان اللي تكون قريبه لنفس هذا اللي يكون عندنا، اللي هو السلك الاصفر والحرير الفاغ توركوا، ونفتحوا بواحد الالوان اللي تكون شفافه او الابيض ثاني كيوالمها.
هاد الالوان ما نروحوش بعيد. شوفوا ها الورده تاعنا كي جات شابه كيف فتحناها بالحرير، ولا عندها منظر باهي ما شاء الله. جات رشمه روعه وعجبتها الزبونه كتير، عجبتها راني خدمت لها هاد لاجوب. هذه زبونه عروسه، نتمنى ان شاء الله ربي يبارك لها ويفرحها في زواجها يا رب. هنايا تاني هاد الورقات العراض رايحين ندخلوا عليهم الحرير بهذه الطريقه. ها هي الرشمه تاعي، نتمنى تكون واضحه. الاضاءه شويه هي الحمد لله هنايا راهي تبان غايه، شفتوها. ها هي هنايا الجبه نتاعي من بعد ما كملتها ودخلنا عليها التعمار. هذه دخلت عليها الكري، هاد اللاجوب دخلت عليها الكري لاني راني خدمت 3 من نفس هذا الموديل. هذا الموديل راني دخلت عليه الكري. جات تاني جات ما شاء الله، جات روعه. شوفوا الورده، شوفوا الورده تاعنا تاع النجمه من تكمليها. ها هي نتاع هذه عاوتاني في الفاغ بوتاي، هذا الفاغ بوتاي الاصفر، ودخلنا عليه الفاغ بوتاي. والتعميره دخلنا هذوك لي كورني في اللون شفاف، ودخلنا لي بروش في وسط الورده. جات ما شاء الله، جات روعه رشمه. هذه وسط، هذه اسفل الجبه نتاعنا. شوفوا هاي الوردة بليزيست خاص. طبعا ليزيست خاص دائما يتمشى مع التعمار. ليزيست خاص في الاصفر دائما يتمشى مع السلك الاصفر، مع هذوك لياس وهذوك الفريعين قاع درنا لهم، مشينا معهم لياس. ها هي الرشمه واضحه مكبره. بهذه الطريقه كملنا لاجوب تاعها. تبقى لنا غير مرحله الخياطه سهله. ها هو عاود هذا الاخضر، عاود فاغ تركوا، فاغ بوتاي عفوا، فاغ بوتاي. ودخلنا عليه حتى هو لي كورني في اللون الشفاف والاخضر، وقمحه درناها في الورده، ودرنا لي بروش في وسط الورده، وليزيست خاص في الاصفر. وكاين حتى هذوك لي بروش صغار.